حافية ماشية حافية. ما انا طالعه فوق. طب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى اخوات واحلى عيله في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ طمنوني عليكم. النهارده احنا هنعمل مع بعض فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده من فوق السطح. ام احمد بقى عملت عشش جديده، عشان انا قلت لكم هي دي هوايتها، ما صدقتونيش. في دمها. بصوا يعني يا ام احمد، بصوا العشش اللي هي عملتها هي دي. بصوا الفراخ بتاعت ام احمد. الفراخ بتاعتها جميله، دايما فراخها جميله. بصوا دايما هي بحالها على بعضها جميل. ام احمد شايفه الثقه؟ شايفين؟ سامعين الثقه؟ النهارده الخميس، هتعملي ايه بقى النهارده؟ نخلص العشه ونحط لها جير، عشان ربنا مدينا بطتين كده حلوين، هنحطهم في العشه مطرح الفراخ البيضه. شفت الفراخ البيضه بتاعتي الفراخ جميله البيضه ازاي؟ بقى، على فكره الفراخ البيضه دلوقتي اللي يشوفها عند ام احمد بتقلب بلدي على طول. الحمد لله الحمد لله. عشان شوف ربنا مش مخليني نفسي في حاجه. ادي دي ودي بربر. والله رضا الحمد لله، رضا يا رب. نشوف بقى حاجه نخلص بيها العشه. انهي عشه بقى اللي هناك دي؟ العشه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اجي تعالي. ازيكم يا فراخ؟ هو انت طلعتي اكلتيهم الاول؟ هي دي العشه اللي هتتكنس. ام احمد بقالنا كتير قوي 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 ما عملناش احنا كنس العشش. احنا هنكنس العشش بقى على كده، خلاص مش عشه واحده ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله. تصدقي ان انا نسيت اشوف. شوفي ايه، هي عشه صغيره كده. هي عامله عشش، مجموعه من العشش، عشه واحده اسمها 2. عامله برضو مكان كبير للمعزه. للمعزه، وعامله عشه كبيره وقسمتها 2. هي بقى هتكنس العشش دي كلها النهارده ان شاء الله. الفراخ نفسهم يطلعوا في تعالي تعالي تعالي، شو ما طلعوا في الفيديو مش هحرمكم. يا خروشي يا نقروشي خروشي نقروشي خروشي. ام احمد بقى بتجهز للطيور القادمه، للبطابيط الصغيرين. ام احمد جايبه فراخ وبط البيض رخص 2 جنيه. ما شاء الله، ما شاء بحالهم. قلت في امل، في امل ما شاء الله، في امل ان شاء الله. امل موجوده، بس مع الاسف الحياه زي الزفت. لا الحمد لله نحمد ربنا. ام احمد يا قنوع قنوع. الحمد لله نحمد ربنا. انت بتقولي لي هنعمل العشه بالجير، انا فكرتك هتبيضي العشه بالجير. لا هنطهر العش. ايوه بس عشان انا نسيت على فكره الدوره بتاعت الفراخ، مش احنا كان فيها فراخ، بنطهر المكان. الفراخ يا جماعه اللي انا وريتها لكم اوريها لكم تاني اهي. بصوا دي فرخه بيضه. تعالي هنا. الفرخه البيضه يا جماعه لما بتتربى عند واحده زي ام احمد كده بتقلب بلدي زي ما قلت لكم، بيبقى ليها طعم تاني خالص. والله بكلم بجد، بقول حقيقه بتحصل. بيبقى ليها طعم تاني وجسمها بيبقى قليل بيبقى ليه شكل تاني. يعني مسامة بتبقى بطة مثلا، لا جسمها وهي بتتنضف فما بنشيل من عليها الريش بيبقى اصفر. لان هي كلت الاكل العادي، مش كلت البادي بس. يعني كلت بادي وكلت اي اكل بقى، اللي هو مثلا لو في رز فايض من البيت، لو في مكرونه، في اي حاجه فاضت، هي بقى عودتها وعلمتها زي الطيور البلدي بالظبط. يعني انا بتكلم بجد مش بهزر. ايوه كده هنصل انا عايزه اقعد، انا كده مش نافع خالص. لا 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 لا. ده جاي. هنفتح بقى هتبدري. هنغير بقى. هنغير. جايبين جير مطفي.
اه الجير بتاع لازم البياض. يكون جير مطفي علشان ما يهرش الايدين والرجلين، وعلشان ما يأثرش على الطيور. اهو جير دي احنا شفنا حاجة اهو. عامل زي النشا كده فيه اهو، بس انا مش شايفة، اهو مش عارفة انا مالي النهاردة كده. اه ده الجير. خشي بقى ادخلي هنعمل بقى ايه؟ عشان بسم الله. بسم الله ما شاء الله. زي زمان فاكرين ده بتبدر كمان انا مش عارفة اصور على فكرة، مش عارفة اجيبك ولا اجيب لا اجيب المجارة مش تشوفي انا نسيت بقالي يومين ما صورتش، نسيت والله. اصل بنسى بسرعة قوي يا جماعة. سلامتك يا حبيبتي. بألف سلامة. بتغير بقى الحيطان كمان، انتوا واخدين بالكم ليه بقى؟ عشان الميكروبات. الفراخ البيضة تبقى كلها ميكروبات. مناعتها بسيطة، انتوا واخدين بالكم؟ مناعتها ضعيفة يعني. البط بيستحمل لكن الفراخ البيضاء ما بتستحملش. ده جير يا جماعة مش بودرة، ده جير بنطهر بيه المكان عشان هنحط فراخ تانية كتاكيت لسه صغيرة. يعني الدورة ديكها كانت سقعت وسهلت. معنى كده ان احنا بنبدر عشان ايه؟ والميكروب اللي فيها اللي هو الجير. ده انت تغرقيها بقى. غرقتها كده. طبعا في المزارع الكبيرة بتلاقوا صاحب المزرعة حاطط مثلا ايه صينية او حاجة ومليانة جير زي ده كده، حاططها على الباب، كل ما يجي داخل يحط رجليه فيه، يحط رجليه في الجير، هو كده بيعقم ايه؟ بيعقم رجليه. وبعد كده بقى هنجيب التبن، الحتة بقى اللي تحتيها بقى. بعد كده بقى هي طبعا انتوا شفتوها في اول الفيديو، شفتوها شايله الشكاره. شايله الشكاره يا ما شاء الله عليها. نغسل بقى المسق بتاعتهم برضو ونطهر. بعد كده وريني كده، اوريكم بقى العشه من الداخل والمسقه وكل حاجه، هي متوصيه قوي بالجير عشان هنفرش بقى الطبقه الثانيه تبن. يعني في طبقه ثانيه ما شاء الله. اللي هي الطبقه بقى اللي هي الفراخ تقعد عليها. استنى ايه انا مش عارفه هو في ايه. يلا في خير ان شاء الله ان شاء الله. سلام كده كويس. هو فين التبن؟ يا ابني هات. مش العشه صغيره انا مش عارفه اصور عشان كده. هي العشه صغيره على قد البطتين والكتكوتين، هنحضن فيهم وبعد كده هنسيبهم على السقف. بصوا ده التبن بقى، هي دلوقتي بتحط التبن، بتفرش علشان تحط الطيور. بصوا بقى دي برضو مش عارفه باين ولا لا اهو، تفرش كده. مكان صغير انت بتحضني فيه، المكان الصغير ده انت بتحضني فيه. دي العشه من جوه اهي شيلي يا محمد ده يعني، اصل ماما خلاص. ده الطيور بقى. ده الطيور يا جماعه. فاكرين لما كنا بنلم في فيديو سابق لما كنا بنلم الطيور وبقول لكم احنا بنستنفع بيه او بنستغله في امور تانية زي بناء العشش او عمل معجنه او نفرش بيه تحت الطيور. اهو كده بقى. اوعي كده يا ام احمد اما اجيب النهايه اهو العشه بقى بالشكل ده، وهي كده جاهزه بقى لتحضين الطيور الفراخ او البط الصغير. هجيبه بقى، هجيب البط وين زي ما انتوا شايفين معايا دي الطيور اللي احنا هنحضنها اهي، لسه نونو صغيرين خالص. يلا يا ام احمد هندخل بقى مع بعض كده نحطهم في المكان اللي احنا جهزناه.
لا يا رشيد. نحطهم في المكان ونحبك عليهم كويس قوي و بسم الله الرحمن بسم الله ما شاء الله. ونحط لهم الاكل والميه ونقفل عليهم كويس. الجوز ب 65 جنيه. طالع من البيض. ما شاء الله. ده الايه ده؟ البط البلدي. البط البلدي. اه طالع من البيضه ب 65. اه كان انور بيقول لك جوز البغالي بكام؟ ب 90. 90 جنيه طالع من البيض. طبعا بس بيبقى كبير شويه. لا هو قد إيه؟ عمر 3 ايام. ده عمر 20 يوم. بصي هتفترس البط، الفرخه نازله داخله تفترس. بصي يعني انا مش عارفه. اهم ايه مش فاهمه، مش واخده بالي. طبعا يا جماعه زي ما شفتوا معايا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. يا ريت ما تنسوناش باللايك، ما تنسوش يعني تشجيعكم لام اسامه على قناه دربكه ولعبكه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المكان ضيق قوي. حلو رضا. ما انا الحمد لله هنحضن فيهم. ما انا عارفه.